يا دكتور انا صعيدي، يعني عظم اسناني ناشف قوي وعظمي جامد. لا يا فندم، هو الموضوع ملوش علاقه اذا كنت صعيدي او فلاح او حتى من المعادي. الموضوع ليه علاقه بالتغذيه. اي نعم، ليه عامل كبير جدا معتمد على الجينات الوراثيه، ولكن العامل الاكبر هو التغذيه. الناس الصعايده او الفلاحين دول اللي خدوا من خير البلد وعز البلد ايام ما كان في عز وخير يعني. فالناس اتربوا على قديمه وعلى اصله. من الارض، الخضار اللي طالع من الارض فريش، الفاكهه اللي طالعه من الارض بخيرها من غير اي حقن، من غير اي هرمونات، الطيور اللي بتاكل علف طبيعي مش بتاخد هرمونات ولا حقن ولا غيره، الزبده والبيض والفطير المشلتت والبصل وغيره وغيره. انا من شغلي لما كنت بشوف الناس بتجيلي الاجيال القديمه، الناس دي كانت عافيه جدا. الراجل لما ايه اخلع له ضرسه، العظم بتاعه قوي جدا بيوقف ايدي ما بقدرش. عكس لما الاقي شاب اليومين دول، وده كان بيقابلني في شغل كتير جدا، بلاقي اسنانه هش، اسنانه كده متكسره، عظمه متلخلخ، السجاير هد حيله، سوء التغذيه مبوظ جسمه خالص، عظمه هشاشه، مجرد تشيل الضرس بيتفصل عن جذور وطالع بايظ. انما اللي على قديمه لا، الناس دي فعلا كانت ما شاء الله عافيه. يعني ما شاء الله بيجي لي ناس مثلا راجل كبير في السن، يا حاج انت عندك سكر؟ اه. بتاخد علاج؟ لا ما باخدش علاج. طب ليه يا حاج؟ ما بروحش للدكاتره. طب وبعدين؟ لا لا انا سايبها على الله. والاقيه ما شاء الله اسنانه اقوى من سناني، واقف بياكل انسولين من بصر الارض، البصل طالع من الارض، وهكذا. فالموضوع ملوش علاقه اذا كنت انت جنسيتك ايه او نوعك ايه، قد ما ليه علاقه بالغذاء الصح اللي الناس دي استفادت بيه. وللاسف احنا جيل مظلوم.